وهناك العديد من الأسباب الأخرى سأذكرها في الاستقرار إن شاء انت الله. بون قبل قلت لي راه ثم حاجه القش التي قصبت ظهر البعير هي، والمتعلقه خاصه باغتيال المناضل شكري بالعيد. هناك موقف مخزي حقيقة من الكتلة متاع العريض الشعبي فيما يتعلق هو- عضو مجلس تأسيسي راهو سلطة تشريعية، يهمه أنه يفكر في مصلحة الوطن. أخيرا رافعين شعارات في داخل مجلس تأسيسي: استقيل يا جبالي، ومكتوبة في لافتة، معناه كأنه إنسان في شارع، كأنه إنسان معتصم في شارع. سلطة تشريعية ياخذ ميكرو ويتكلم ويعبر على موقفه، مش بالشكل هذاك، شكل مهين والله، بشكل مخزي ومحرج جدا. معناه الإنسان اللي وصل لدرجة أنه يحشم والكتلة هذه بالذات لا تصنفت لا مع المعارضة لا مع الحكومة، ما فهمتش اللون. وله حزب وله مش ما حزب. ثماش ما ثماش المصلحة الوطنية في مفهوم ما عندهمش. المصلحة الفردية أكثر من مصلحة الوطن، وهذا خطير برشا على البلاد، هذا خطير برشا. وموقف القياده تو القياده العليا يعني تاع الحزب. القيادة العليا ثم عندنا زوز قيادات: قيادة وطنية وقيادة خارج أرض الوطن. قياده عالميه يعني وطنيه قيادة خارج وعالميه. أرض الوطن، أنت وين هي القيادة اللي تحب تقصدها؟ الزوز يعني شنو الموقف نتاعها؟ بالنسبة للقيادة الوطنية، مجموعة أشخاص لا علاقة بالسياسة، لا علاقة بالمجموعة، فيهم اللي محسوب على النظام السابق، وفيهم السياسي الوحيد داخل العريضة الشعبية، وهذه للأمانة هو الهاشم الحامدي، وانتهى. والبقية هياكل في هيكلها سوى الوسطى ما عندهمش شكون يمارس في السياسة. وشنو الموقف نتاعو من اغتيال المناضل شكري بالعيد؟ كيفاش شوف شنو موقفه وكيفاش تشوف الموقف نتاعو؟ والله هو موقفه كان ارتجالي. وجه التهمة لحركة النهضة معناها في ريتها مؤخرا على شبكة الفيسبوك التواصل الاجتماعي، وجه مباشرة للنهضة، وثم حديث كبير يدور تو، التحقيق ما زال جاري، وفي الأيامات القليلة ستكشف معناه خيوط هذه الجريمة ما تشوفش انه الكبيرة. متسرع الموقف شويه؟ ارتجالي، هو موقف ارتجالي عاطفي، معناه يوجه التهم كما لأي طرف، وهذا ما في الحقيقة يعني ماهوش من الحكمه يعني. ضد الارتجالية. شك... يلزم تكون معناه الحجج ثابتة، وإنسان كي يتهم طرف سياسي يلزم يكون ثابت. شكرا سي حسن.